رفع الدعم عن البنزين، سعر صرف مرن للجنيه قدام باقي العملات، بيع بعض من شركات الدولة لمستثمرين أجانب. دي كانت من أهم النقط اللي جت في بيان صندوق النقد الدولي عن مصر، وده اللي هنتكلم عليه في الحلقة دي النهاردة. في البداية كده، صندوق النقد الدولي لما بيجي يمنح أي دولة قرض دايما بيبقى ليه وصفة علشان تحسين اقتصاد الدولة دي. دايما بيوصي بسعر صرف مرن لعملة الدولة دي قدام باقي العملات، بجانب زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات. وعشان كده لقينا في بيان صندوق النقد الدولي النهاردة ان هو بيوصي بسعر صرف مرن للجنيه قدام باقي العملات، وان البنك المركزي المصري ما يتدخلش في ان هو يدعم الجنيه غير في اضيق الحدود، في وقت ان يكون فيه تذبذبات جامدة جدا للجنيه قدام باقي العملات. يعني عايزك تتعود ان احنا لو عندنا في وقت شح في الموارد الدولارية او العملة الصعبة هنلاقي الجنيه بيقل قدام باقي العملات. اما لو في وقت تاني لقينا الوضع اتحسن ولقينا بقى عندنا موارد اكبر من العملة الاجنبية، سواء من سياحة، سواء من بيع اصول، سواء من صادرات اكتر او تحويلات مصريين في الخارج اكتر او قناة السويس او اي مورد دولاري، هنلاقي ان الجنيه بيقوى مع الوقت، والبنك المركزي مش هيتدخل غير في اضيق الحدود. تاني حاجة دايما بيطلبها صندوق النقد الدولي وهي تقليل المصروفات. عشان كده بنلاقي ان صندوق النقد الدولي بيوصي دايما بتقليل الدعم على المحروقات. ووجهة نظر صندوق النقد في الموضوع ده ان البنزين مثلا لما الدولة بتدعمه ده بيتوجه جزء منه للأثرياء او للناس اللي هي ممكن تكون مش في امس الحاجة للدعم ده، لان كل الناس بتستخدم البنزين المدعم من الدولة. وعشان كده بنلاقي دايما صندوق النقد الدولي بيوصي بتقليل الدعم على البنزين، وبدل كده توجيه الدعم ده للفئات الأولى بالرعاية والدعم. يعني من الآخر كده توقع ان في ارتفاعات في الفترة اللي جاية على أسعار البنزين في مصر. نيجي بقى لبيع بعض من شركات وأصول الدولة لمستثمرين أجانب. أول لما هقول لك الموضوع ده حضرتك هتفتكر على طول برنامج الخصخصة اللي كان عليه جدل كبير قوي في أواخر فترة التسعينات وأول الألفينات، إن الدولة باعت كتير من أصولها بأبخس الأثمان. ولكن عايزك تاخد في بالك اللي أنا هقوله لك ده لما تسمع كلمة بيع شركات أو أصول الدولة لمستثمرين أجانب. أول حاجة، تمن الأصل اللي هيتباع ده كام؟ يعني بالبلدي كده حضرتك الدولة هتبيع الأصل ده بأقل من تمنه ولا بالتمن العادل اللي يحقق للدولة ربح مناسب وكويس جدا، وفي نفس الوقت يبقى سعر مغري وكويس بالنسبة للمستثمر الأجنبي بحيث ان هو يحقق عائد هو كمان. تاني حاجة، هو مين المستثمر اللي جاي يشتري الشركة دي؟ يعني المستثمر ده هل هو عنده سابقة أعمال وخبرة يقدر يدير الشركة دي ويطورها وينقل ليها أحدث التكنولوجيا العالمية اللي موجودة، وفي نفس الوقت يحافظ على العمال وكمان ينمي الشركة ويخليها تتوجه للتصدير أو على الأقل يخليها تغطي السوق المحلي وتقلل الاستيراد. ثالث حاجة لازم تتحط في الاعتبار الشكل القانوني للبيع. يعني مثلا هل الشركة اللي هتتباع دي هتتباع بحق انتفاع؟ يعني مثلا المستثمر الأجنبي ده هياخدها لمدة 5 سنين 10 سنين 50 سنة وبعد كده ترجع تاني مملوكة للدولة؟ ولا مثلا الدولة هيكون ليها جزء في الإدارة، يعني مفيش قرار يقدر ياخده الشركة غير بموافقة الحكومة المصرية مثلا؟ كل ده بجانب ان تمن بيع الأصل أو الشركة ده هيعاد استغلاله في ايه؟ لانك لازم تبقى عارف ان المستثمر اللي بيجي يحط فلوسه في أصل أو في شركة هو مستني من الشركة دي أرباح، وممكن يرجع ياخدها تاني لبلده على أجزاء. يعني الاستثمار اللي بالعملة الأجنبية اللي هيحطه النهاردة متوقع ان هو يخرج تاني بس على مدار سنين بعد ما الشركة دي تحقق أرباح. عشان كده تمن البيع لازم يعاد استغلاله مرة أخرى في مشاريع بتدر عملة صعبة برضه. بس السؤال هنا، هو ليه مصر أصلا عايزة تبيع الأصول بتاعتها والشركات بتاعتها؟ مش إحنا كمصريين أولى بتمن الشركات دي أو أولى بأرباح الشركات دي؟ هقول لحضرتك دايما القطاع الخاص بيبقى أفضل في إدارة الأصول والشركات من القطاع العام. ده مش في مصر بس، لا ده حتى في باقي الدول العالم. ليه؟ لأن القطاع الخاص بيبقى بيجيب عمالة دايما مدربة، بعكس القطاع العام اللي هو ممكن تلاقي العمالة بتاعته يعني مش أفضل حاجة، أو دايما الموظف عارف إن هو اشتغل أو ما اشتغلش بالكفاءة المطلوبة
محدش هيعرف يمشيه قوي يعني. ده غير بقى ان لما بيجي شركة اجنبية تشتري الشركة المصرية دايما بتنقل لها الخبرة الأجنبية وآخر التطورات اللي موجودة في السوق بالنسبة للقطاع ده. مش بس كده، ده كمان الشركات دي ممكن يتم طرح أجزاء منها في البورصة المصرية، وفي الحالة دي يتم تنشيط البورصة المصرية واحنا كمصريين، وكمان ممكن جهات أجنبية تخش تشتري في أسهم الشركات دي والفايدة تعم علينا كلنا. وما تنساش ان احنا عندنا زي ما بيقولوا كده فجوة تمويلية في الوقت الحالي. يعني ببساطة كده إيراداتنا بالعملة الصعبة ما تكفيش احتياجاتنا، سواء كانت من الاستيراد أو دفع أقساط الديون اللي علينا، سواء أصل الدين أو الفايدة. فالبديل لطرح شركات أو بيع شركات في البورصة أو لمستثمرين أجانب إن مصر تقترض من جهات خارجية. وزي ما أنت عارف إن في الوقت الحالي أسعار الفايدة عالميا عالية جدا جدا جدا، فده هيخلي ان اقتراض مصر مكلف جدا في الوقت الحالي. وفي النهاية احبك تبقى عارف ان مفيش حاجة بتعتبر شر مطلق او خير مطلق، كل حاجة بيبقى ليها مميزات وعيوب. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو لايك وشير وفولو. انا ايهاب يعقوب ودي بانكينج شانل.